بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعشاء هاتها من الشبكة. الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. خلصت بعكوكة الأهلي وبيراميدز؟ الحفلة خلصت ولا لسه؟ لسه. مصور التلفزيون المصري أحالوه للتحقيق علشان كان بيرقص ويسقف وفرحان مع جمهور الأهلي بفوز الأهلي امبارح. فالتلفزيون المصري حول هذا المصور أو هذا المخرج للتحقيق معاه علشان يشوفوا ولا يحصل حاجه. المهم يعني اي كلام. جمهور بيراميدز او جمهور الاهلي قال لك ايه؟ غفلنا ممدوح عيد، غفلناه، ضحكنا عليه، خدنا فلوسه وجاب لنا الوجبات وجاب لنا التذاكر واحنا طلعنا بنشجع الاهلي. وقال لك يعمل اللي يعمله، ما يقدرش يعمل معانا حاجه. ضحكنا عليه وقلبناه في الفلوس. قال لك غفلناه، طلع مغفل. ف حفله شغاله، حفله لسه الحفله ما انتهتش بسبب ماتش الاهلي وبيراميدز امبارح، واللي فاز فيه الاهلي 1-0 بهدف وسام ابو علي، اللي صفقه رابحه جدا جدا جدا. وسام ابو علي هو اللي خلص على كهربا في الاهلي، خلص على كهربا في الاهلي، لان كهربا كان اساسي، كهربا كان كولر بيعتمد عليه بشكل اساسي. جه وسام ابو علي في الميركاتو الشتوي، صفقه ناجحه جدا 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 بالارقام. راجل جايب مش عارف 13 هدف تقريبا في الدوري، هو تاني الهدافين بعد فيتسون مايلي كلالا. فيتسون مايلي كلالا مهاجم نادي بيراميدز المتصدر هداف الدوري برصيد 14 هدف. اعتقد اهو تاني اعتقد ان وسام ابو علي هيطلع هداف الدوري السنه دي، هيعدي فيتسون مايلي وهو هيكون هداف الدوري. وسام ابو علي ده جاي امتى؟ ده في الميركاتو الشتوي، في الميركاتو الشتوي اللي فات، وانه يطلع هداف الدوري دي حاجه كويسه جدا جدا جدا. فوسام ابو علي صفقه تقيله للاهلي. بالرغم من كده كولر عايز مهاجم، هنقول لك في الحلقه دي والفيديو ده اسمه مهاجم الاهلي الجديد. خلاص مصر كلها عرفت اسمه. هنقول لك مين هو مهاجم الاهلي الجديد، وهنقول لك صفقات تانية مهمة للاهلي. بس الاول كده نسلط الضوء على ماتش الزمالك وبيراميدز اللي هيكون في الدوري يوم الجمعة القادم. وطبعا بيراميدز بيغيب عنه فيتسون مايلي لتراكم الانذارات، عندك محمد الشيبي للطرد، عندك في لاعب تاني برضو لتراكم الانذارات. والزمالك طبعا انت عارف غايب عنه لعيبه كتير، حدث ولا حرج، يعني القائمه طويله جدا في الزمالك، لكن الزمالك دايما بمنحدر. فتوقع عزيزي الزملكاوي او الاهلاوي لنتيجه مباراه الزمالك وبيراميدز. لو الزمالك فاز على بيراميدز هو الدوري خلاص، خد بالك يعني الدوري في متعوب في متعوب الدوري في الجزيره، دوري في الاهلي خلاص. يعني مبروك على الاهلاويه، الدوري رسمي في الاهلي. بقولها لك من بدري اهو، قبل يعني ما الاهلي يخلص ماتشاته. الاهلي باقي له 9 ولا 10 مباريات، انا بقول لك من قبلها الاهلي واخد الدوري، او لسه له 8 مباريات الاهلي واخد الدوري، واخد الدوري واخد الدوري. موضوع خلصان، موضوع محسوب، خلصت موضوع خلصان. الزمالك بقى يفوز على بيراميدز، بيراميدز يفوز على الزمالك، يتعادلوا، انا بقول لك الاهلي مش هيفرط في الدوري. ودي خبرات لاعبي الاهلي بتخلص البطولات. بطولات الدوري دي من البطولات اللي عايزه النفس الطويل، والاهلي نفسه طويل جدا. الاهلي نفسه طويل زي من هنا وفلسطين، زي من هنا والعراق، نفسه طويل جدا. فلسطين العظيمه الشقيقه اللي ربنا يا رب يحررها ويا رب يطهرها من ال اقول لك ايه، اقول ايه، ربنا يورينا فيهم آية من آياته. هذا العدوان الغاشم اللي بهدل فلسطين وغزة والأقصى، ربنا يرجعهم وينصرهم سالمين إن شاء الله، وينصرهم على عدوهم وعدونا. ويا رب ثبت أهل فلسطين. فالأهلي نفسه طويل جدا جدا. ففرقة بتاعت بطولات،
فرقه بطولات. لكن بيراميدز مع احترامنا دي فرقه مش بتاعت بطولات. فالاهلي تعال نخش بقى يا باشا في الصفقات. طبعا الاهلي بيستنى او منتظر او متشوق، عايز او براقب قرار الانضباط هيطلع بايه على الشيبي بعد اللي عمله مع الشحات امبارح والاذى اللي كان عايز يأذيهوله والكلام ده كله. فالاهلي متحفز لقرارات لجنة الانضباط اللي هتطلع بقى وتشوف غرامة، ايقاف، عقوبة على محمد الشيبي وعلى دونجا وعلى مروان حمدي، على 3-4 لعيبة كده من بيراميدز. طيب الاهلي وصفقاته والزمالك وصفقاته. جوميز طلع في مؤتمر صحفي بعد الماتش الماضي، كان الزمالك مش فاكر كان بيلاعب مين، المهم الزمالك كان فاز الماتش ده، ممكن افتكر دلوقتي الزمالك كان بيلاعب مين الماتش اللي فات، الداخلية لما الداخلية هبط رسمي بعد هزيمته من الزمالك. كان طلع جوميز وقال لك لا انا مش محتاج صفقات، انا محتاج صفقة واتنين. سيبك من الكلام ده كله، اوعى يخيل عليك الكلام ده. جوميز عايز 7-8 صفقات. الزمالك بيتفاوض مع صفقات، ايوه بيتفاوض وخلص مع صفقات، خلص. يسري وحيد ده صفقة خلصت للزمالك بالعقود 4 مواسم. اسحاق يعقوب خلص للزمالك. حارس مرمى هيخلص للزمالك احمد نادر السيد. عمر الساعي خناقة الاهلي والزمالك، بس الاهلي اقرب لعمر الساعي من الزمالك. لا في صفقات في الزمالك، صفقات كتير. فسيبك من تصريح جوميز ده تنويم، يقول لك لا احنا مش هنجيب صفقات. لا الزمالك هيجيب صفقات، الزمالك تاني هيجيب صفقات ولا اقولها لك تاني، هيجيب صفقات. الموضوع خلصان ومحسوم بالنسبه لصفقات الزمالك. طيب الاهلي يوسف ايمن خلص، يحيى باكد تاني وتالت ورابع، خد مني واعتمد، والاعتماد على الله، كلنا معتمدين على ربنا. يحيى عطية الله لاعبا في الاهلي في الموسم الجديد. الصفقة خلصانة. صفقة يحيى عطية الله خلصانة للاهلي. اقول تاني خلصانة للاهلي. اللي مش عايز يصدق ما تصدقش، بس انا بقول لك هفكرك، يحيى عطية الله لاعبا في الاهلي الموسم الجديد، ده بديل علي معلول. عمرو السولية الاهلي اتفق معاه على التجديد موسمين فقط واللاعب وافق. وعمرو السولية بيتهيألي يعني ده تكريم ليه، يعني عمرو السولية كبر في السن، بدل ما الاهلي يفرط فيه ولا يسيبه ولا كده قال هنجدد له 2 سنين واللاعب وافق. علي معلول هيجدد تكريما ليه برضه، هيجدد موسم او 2. طيب مين الصفقة الثالثة يا باشا؟ الضربة الثالثة للاهلي. في بيراميدز والرابعة في اسماعيلي. عمر الساعي في بيراميدز، مصطفى فتحي الاهلي حاطط عينه عليه مش عايز يسيبه. وموهبة الزمالك خلصها امام عاشور بنفسه. موهبة الزمالك الجبارة. طب ما تقول لنا اللاعب اسمه ايه؟ وانت قلت لنا المهاجم الاهلي خلصه. الاهلي زي ما قلت لك مركز مع فيتسون مايلي قلاله واوكيتا بتاع زيورخ السويسري، يا ده. بس هل بيراميدز هيسيبه؟ الاهلي بقى وشغله وحرفنته هيخلص اللاعب ده فيتسون، حاجه جباره، حاجه حدث ولا حرج، شايفينه كلنا في الدوري المصري السنه دي. فموهبة الزمالك الجبارة خلصها امام عاشور. مش هقول اكتر من كده، ممكن بعد 2-3 اقول لك اسم الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.